ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ انا النهارده هحكي لكم قصه جميله قوي. وقبل ما احكيها لكم ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. بعد كده هنبدا في حكايه القصه. كان في مره واحده اسمها بوسي. فاكرين بوسي اللي انا كنت بحبها وبصور لكم عليها فيديوهات؟ كانت بتلعب معايا بالكوتشينه. انا في يوم فتحت لها الباب. بعد كده طلع انا رحت في حته اعمل حاجه. بعد كده رحت جيت لقيتها اختفت راحت فين؟ طلعت السطح فوق. ما عرفناش نجيبها ازاي عشان كان في خرم في باب السطح، والسطح مقفول بالباب، فما عرفناش نجيبها. وبعدين استنيناها 3 ايام ما ظهرتش. بعد كده جبنا كيتي اللي كانت اسمها سمسم كيتي. وبعدين جبنا سمسم دي كانت اللي هي اسمها كيتي. كانت كانت بتقعد معانا شوية. اليوم اللي بعده بقى، اليوم الأول ده، قعدت معاها واتسلت معاها وضحكنا مع بعض وقعدنا نلعب مع بعض واتخانقنا مع بعض وكل حاجة مع بعض. اليوم التاني لقيتها اختفت. فين؟ دورت عليها في كل الأوض ما لقيتهاش. فينك. بعدين لقيتها مش موجودة. فرحت قعدت أعيط. بعد كده نمت وصحيت. نزلنا نجيب القطة اللي هي اسمها سمسم. سمسومة دي الصنطوطة دي سمسم. وبعد كده قعدنا نلعب مع بعض ونتسلى مع بعض ونضحك مع بعض وندردش مع بعض. بعد كده جيت انا حن سمسومة خلاص هننام. فبعد كده رحت سمعتي دي نطت في الارض. بعد كده ما كانش حد راضي يروح يشوفها، فانا رحت اشوفها. بعد كده رحت لقيتها وقع على الارض وهي جنب السجادة. وفي الاخر يا ترى طلعت في السجادة. وما تنسوش لو عندكم قطة ضايعة عندكم في البيت وسجادة مش فرشينها دوروا فيها. وبعدين بقيوا احلى قطتين. فدي بقى كان سميناها سمسم. خلاص عرفت سمسم، وكل ما نناديها يا سمسم تجي لنا على طول، تجري لنا لحد ما احنا موجودين حبيبتي. وكيتي لسه ما اتعودتش على اسمها لحد دلوقتي، لانها هي كبيرة ودي الصغنطوطة عرفت اسمها والكبيرة ما عرفتش اسمها. بصوا وهي شقية قوي. والنهارده كانوا عمالين يضربوا بعض. ودي جت عليها هجمت عليها ليه؟ عشان كانت ماشية عليها والنور قاطع. وباي. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم.